عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا معكم المفهوم الاخير من موسوعه اللغه البشري اللي هو المفهوم ديال التاريخ. هذا المفهوم هذا خاص غير بالناس ديال الادب ولا العلوم الانسانيه، يعني الشعب العلميه راه ما كيقراوش. بالنسبه لهذا المفهوم هذا فيه ثلاثه المحاور اساسيه. اول محور المعرفه التاريخيه، المحور الثاني التاريخ وفكره التقدم، والمحور الثالث والاخير اللي هو دور الانسان في التاريخ. بالنسبه للمحور الاول اللي كيهمنا هذا النهار هذا اللي هو المعرفه التاريخيه، غادي نحاولوا نعرفوا جوج الحوايج. اما المعرفه التاريخيه كتكون موضوعيه ولا كتكون ذاتيه. يعني الا ضبطتي هاد جوج الحوايج هادو راه غتفهم المحور ديالك ان شاء الله. لان كاينين فلاسفه اللي غيقول لنا بان المعرفه التاريخيه هي معرفه موضوعيه، وكاينين فلاسفه اللي غيجاوبوهم وغيردوا عليهم ويعرضوا عليهم اللي غيقول لنا بان المعرفه التاريخيه معرفه ذاتيه ماشي موضوعيه. ان شاء الله ملي غنشرح لكم محور غنعرفوا الفرق بيناتهم، شنو كنعنيو بالموضوعيه وشنو كنعنيو بالذاتيه. دابا غنبداو المحور ديالنا. اول حاجه خصنا نشوفوا هما المفاهيم الفلسفيه. غنبداو بمفهوم المعرفه. هذا المفهوم هذا كنا ديجا شفناه في معرفه الغير، وقلنا بانه فعل توجيه العقل للاحاطه بموضوعات. شنو المعنى ديال هذا المفهوم هذا؟ هو اننا فاش كنبغيو نفهموا واحد الظاهره او واحد الموضوع اللي كنبغيو ندرسوه كنستعملوا العقل. هذا العقل هذا بواسطته كنوصلوا لواحد النتيجه. يعني بالعقل كنوصلوا لواحد النتيجه اللي كنسميوها بالمعرفه، لاننا كنفهموا داك الموضوع. واضح؟ دونك هذا هو المقصود بالمعرفه. بالنسبه للمفهوم ديال التاريخ، هو مجموع من الاحداث والوقائع في الزمن الماضي وفي علاقتها بالانسان، كل منهما يمكن ان يحدد الاخر. بمعنى التاريخ كيكون فيه مجموعه من الاحداث والوقائع اللي كتكون ديجا وقعت في واحد الزمن ماضي. يعني اي حاجه وقعت في الزمن الماضي كنسميوها تاريخ، كنعتبروها من التاريخ. واي بلد واي مجتمع راه عنده الاحداث التاريخيه الخاصه به. كذلك كاينين احداث تاريخيه عالميه، وانا نعطيكم امثله باش تفهموا. مثلا الحرب العالميه، الحرب العالميه الاولى والثانيه، هادو كيعتبروا من الاحداث التاريخيه العالميه لانهم وقعوا في واحد الزمن ماضي. بالنسبه للاحداث الوطنيه مثلا بحال المسيره الخضراء، بحال الاستقلال، هادو كيعتبروا احداث وطنيه لانهم عاشوهم الناس في واحد الزمن ماضي. دونك كخلاصة التاريخ كيتعتبر اي حدث وقع في واحد الزمن ماضي. بالنسبة للتساؤل اللي خصنا نجاوبو عليه في هذا المحور هذا، هل معرفة التاريخ معرفة علمية موضوعية ام ذاتية؟ بمعنى غادي نحاولوا نعرفوا واش معرفة التاريخ كتكون موضوعية ولا كتكون ذاتية. واحد الحاجة خصكم تركزوا عليها وتعقلوا عليها، بان فاش كتسمعوا معرفة علمية كتعرفوا بانها موضوعية. علاش؟ لان المعرفة الموضوعية هي اللي كتعتمد على واحد المنهج علمي دقيق. دائما الموضوعية كتكون مرتبطة بالعلم، والذاتية العكس. الذاتية داك الشخص اللي كيحاول يعرف داك التاريخ كيحاول يدخل الذات ديالو. انا نعطيكم هادشي بالامثله باش تفهموا. كمثال حدث تاريخي اللي هو الديناصورات. كنا عارفين بان الديناصورات عاشت في واحد العصر. باش نعرفوها موضوعيا، يعني نتبعوا المعرفه الموضوعيه، كيفاش خصنا نعرفوها؟ خصنا نتبعوا واحد المنهج علمي. بمعنى خصنا نجيبو شي حاجه اللي كتثبت بان هادوك الديناصورات راه كانوا عايشين في واحد العصر، بحال الاثار ديالهم. مثلا الاثار كنشدوها وناخدوها وكنديوها للمختبرات ونديرو تجارب علميه ونحاولوا نحللوا ونحاولوا نحققوا حتى كنوصلوا لواحد النتيجه اللي كتقول لنا بان دوك الديناصورات راه عاشوا في واحد العصر، ها العمر ديالهم ها الطول ديالهم. دونك عن طريق العلم. الذاتيه لا، الذاتيه كتعتمد فقط على سرد الواقع والاحداث. بحال القصص مثلا، الكتب والروايات اللي كتقرا كتلقاو مكتوب واحد الروايه مكتوب فيها الاحداث التاريخيه. دوك هادوك الاحداث مختصين غير بالذاتيه، ما عندهمش شي علم، ما كايناش شي حاجه ملموسه، شي حجج ولا دلائل اللي كتبين لنا بان راه داك الحدث راه وقع. داك صاحب الكتابه والروايه كياخذ ستيلو ورقه وكيبدا كيدون كيكتب. دونك فاش كيتبع هذيك الذاتيه ديالو كيحاول يدخل الذات ديالو، هو ما كيكونش محايد لان ما عندوش شي حاجه ملموسه، ما كاينش شي علم او واحد المنهج علمي اللي كيتبعو باش كيبين لك بالوثائق بالحجج بالاثار بالدلائل بان راه داك الحدث راه وقع. دوك الموضوعيه كتعتمد على واحد المنهج علمي، الذاتيه كتعتمد فقط على سرد الاحداث والواقع اللي وقعت في واحد الزمن الماضي. كل فيلسوف غيتفق مع وحده، كاين اللي يتفق مع الموضوعيه، كاين اللي يتفق مع الذاتيه. دابا غنشوفوا المواقف ديال الفلاسفه. غنبداو بالموقف الاول ديال ابن خلدون.
هاد ابن خلدون كيقولنا بأن المعرفة التاريخية هي معرفة موضوعية، لأنها كتعتمد على واحد المنهج علمي. بمعنى كيقولنا باش نعرفوا واحد الحدث تاريخي خاصنا نقلبوا ليه على الوثائق والحجج والدلائل ديالو اللي كتكون ملموسه، الاثار، المهم حوايج اللي كيبينوا لنا بان فريمون راه داك الحدث التاريخي راه وقع. واضح؟ ماشي غير نشدو روايه ونبداو نقراوها ونطيقوا ديك الهضره اللي قال لنا داك المؤرخ. المؤرخ شنو هو؟ المؤرخ هو داك السيد اللي كيكتشف التاريخ، كنسميوه بالمؤرخ، جايه من التاريخ او التاريخ. صافي اخوان. دونك المعرفة التاريخية حسب ابن خلدون هي موضوعية، لأنها كتعتمد على واحد المنهج علمي، وكيقولنا بأنها نظرا عقليا في أحوال الذين عاشوا قبلنا. بمعنى باش نعرفوا هذا الحدث التاريخي خاصنا نستخدموا العقل ديالنا، نستخدموا العقل ونديروا التحقيق ديالنا باش كنوصلوا لواحد النتيجة، لأن داك الأحداث التاريخية ما عشناش حنا، عاشوها الناس اللي قبل منا. كذلك كيقولنا تحليلا لأفعالهم، بمعنى خصنا نستعملوا التحليل لدوك الأحداث وحوادثهم عن طريق استعمال معياري العقل والحكمة. باش نحلو خصنا نستعملوا جوج الحوايج، العقل والحكمة، ماشي غير نجيو نبداو نقولوا ان هذا الحدث التاريخي راه وقع. غنحاول نعطيكم مجموعة من الجمل اللي كيلخصوا لكم هذا الموقف ديال الفيلسوف اللي ممكن تستعملوهم باش انكم تكتبوا الموقف ديالكم. المعرفة التاريخية معرفة موضوعية. المعرفة التاريخية تقتضي اتباع منهج علمي. المعرفة التاريخية ليست سرد الأحداث والواقع والأخبار والأيام، بمعنى ماشي ذاتية وإنما هي موضوعية، لأن الذاتية قلت لكم هي سرد الأحداث والواقع والأخبار والأيام. دابا غنمشيو للموقف الثاني ديال هنري مارو. هاد هنري مارو كيتعتبر كذلك بحال ابن خلدون، لأنه كيقولنا بأن المعرفة التاريخية هي معرفة موضوعية، لأنها بطبيعة الحال كتعتمد على واحد المنهج علمي اللي كيكون دقيق وصارم. كيقولنا بأن المعرفة التاريخية ليست عملا أدبيا أو وصفا أو إعادة كتابة، بمعنى ما كنشدوش داك الحدث التاريخي وكنعاودو نكتبوه بواحد العمل أدبي، ولا كنحاولوا نوصفوا داك الحدث بالكتابة ديالنا وبالأفكار ديالنا. هو كيرفض لينا هادشي، بحال ابن خلدون. كيف ما قال لنا ابن خلدون، قال لنا بأنه من الضروري خصنا نتوقفوا على سرد الأحداث والوقائع والأخبار والأيام. هنري مارو كيقولنا بأن المعرفة التاريخية ليست عملا أدبيا أو وصفا أو إعادة كتابة، بمعنى ماشي ذاتية وإنما هي موضوعية، لأنها كتعتمد على واحد المنهج علمي دقيق. صافي. دوك هاد الجمل هادو هما اللي غيساعدوكم. عندكم معرفة تاريخية معرفة موضوعية، عندكم معرفة تاريخية تقتضي اتباع منهج علمي دقيق وصارم، عندكم معرفة تاريخية ليست عملا أدبيا أو وصفا أو إعادة كتابة. كخلاصة لهاد جوج المواقف اللي شفنا، إن فوا كتسمعوا العلم راه كتربطوه بالموضوعية. كتسمعوا سرد الأحداث والوقائع أو التدوين أو الوصف أو إعادة الكتابة، كتعرفوها بأنها الذاتية ماشي الموضوعية، باش يمكن لكم ديك الساعة تفرقوا بيناتهم. نمشيو دابا الموقف الأخير ديال غرانجي. هاد غرانجي هذا غادي يعارض لينا الموقف الأول ديال ابن خلدون وكذلك مارو، لأنه غيقول لنا بأن المعرفة التاريخية هي معرفة ذاتية ماشي موضوعية، لأنها كتعتمد على سرد الأحداث والواقع. دونك غرانجي كيقولنا بأن المعرفة التاريخية كإعادة لبناء الماضي وكأيديولوجيا، بمعنى كنجيبو داك الحدث التاريخي وكنحاولوا نجددو نعاودو نبنيوه بطريقتنا حنا، بالإيديولوجيا ديالنا، بالأفكار ديالنا. الإيديولوجيا شنو المعنى ديالها؟ هو واحد العلم اللي كيهتم بالأفكار، يعني علم الأفكار. انا نعطيكم مثال. مثلا دوك الاشارات اللي كتشوفوا في التلفازه ديالكم كيبينوا لكم بعض الخطرات شي برودويات كيتباعوا ولا شي حاجه اللي كيحاولوا يقنعوكم بها، واخا تكون الكاليتي ديالهم ناقصه، بمعنى كيلعبوا لكم بالايديولوجيا ديالهم، بالافكار ديالهم. يعني الايديولوجيا هي واحد الطريقه ديال التفكير، كيحاولوا يصيفطوا لكم واحد الميساج بدون انكم تفهموه، يعني بطريقه غير مباشره كتقتنعوا به، كيحاولوا يقنعوكم. هادشي راه كنشوفوه في الجورنالات، كنشوفوه في الاشعارات. دونك دائما كتشوفوا هاد القضيه هادي كيبغيو يلعبوا لكم على الفكر ديالكم بالايديولوجيا الخاصه بهم، هما كيقنعوكم. بالتالي داك اللي غادي يشد واحد الورقه والستيلو وغادي يدير واحد الكتاب ويكتب احداث تاريخيه، غادي يكتبوا بالايديولوجيا ديالو، بالافكار ديالو، غادي يحاول يعطيكم ميساجات باش يقنعكم باللي راه داك الحدث التاريخي راه بصح وقع. صافي يا اخوان. دوك التاريخ هو فن من الفنون التي تميز الثقافة الإنسانية. علاش اعتبرناه فن من الفنون؟
لانه كيف ما قلت لكم هو عباره عن سرد الاحداث والوقائع، بمعنى هذاك بحال الادبي كيحاول يكتبوا باسلوب ادبي. دونك هادو الجمل اللي غادي يسهلوا عليكم مراجعه. المعرفه التاريخيه معرفه ذاتيه، المعرفه التاريخيه كاعاده لبناء الماضي وكايديولوجيا، التاريخ هو فن من الفنون التي تميز الثقافه الانسانيه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا لكم مفهوم ديال التاريخ، وغنشوفوا المحور الثاني ديالو اللي هو التاريخ وفكره التقدم. دابا غنشوفوا المفاهيم الفلسفيه. عندنا اول مفهوم اللي هو التاريخ، راه ديجا كنا شفناه وقلنا بانه مجموعه من الاحداث والوقائع في الزمن الماضي وفي علاقتها بالانسان، كل منهما يمكن ان يحدد الاخر. بمعنى التاريخ هو كاع الاحداث والوقائع اللي كوقعت في واحد الزمن ماضي كنسميوها من التاريخ، كتعتبر من التاريخ. صافي يا اخوان. دابا غنشوف المفهوم الثاني ديالنا اللي هو التقدم، وقلنا بانه صفه يمكن ان ترتبط بمجال ما العلم مثلا. كل تغير او تطور يلحق مجال ما، كمي او كيفي، ايجابي او سلبي. بمعنى التقدم هو التغير والتطور اللي كيوقع في واحد المجال. غير بالدارجه انت مثلا كيجي عندك واحد الصديق كيقول لك راك تقدمتي، بمعنى راه تطورتي وتغيرتي. دابا غنشوفوا الاشكال او السؤال اللي خصنا نجاوبوا عليه من خلال المواقف ديال الفلاسفه. السؤال غيكون على هذا الشكل هذا: هل لفكرة تقدم التاريخ منطق وغاية معينة؟ وهل يخضع لقوانين وحتميات؟ أم أن سيروراته عشوائية اعتباطية؟ بمعنى التاريخ واش كيتقدم؟ لا كان كيتقدم واش كيتقدم بواحد الطريقة تصاعدية، بمعنى كيكون كيخضع لقوانين وحتميات كيف ما درت لكم هنا، ولا كيتقدم بواحد الطريقة عشوائية اعتباطية. راه قلت لكم عندنا جوج الحالات، كل فيلسوف غيتفق مع واحد الحالة. دابا غنشوفوا المواقف ديال الفلاسفه، وغنبداو بالموقف الاول ديال كارل ماركس اللي كيقول لنا بان التاريخ يتقدم عبر الصراع الطبقي. يعني هذا الصراع الطبقي هو اللي كيخلي التقدم ديال التاريخ كيكون في واحد الارتفاع. واضح؟ دونك التقدم ديالو كيكون على شكل خطي تصاعدي، دائما غادي للقمه، دائما في تصاعد، ما عمرو كيرجع للوراء. صافي. والصراع الطبقي شنو المقصود به؟ راه ديجا شرحتو لكم، قلت لكم بانه هو الصراع ديال الطبقات ديال المجتمع. الطبقه البرجوازيه اللي هي الطبقه الغنيه، يعني الناس اللي عندهم الفلوس، عندهم وسائل ديال الانتاج، يعني اللي عندهم الشكاره. واضح؟ كيكونوا في صراع مع الطبقه الفقيره اللي هي الطبقه البروليتاريه او الطبقه الكادحه. كيفاش كيكون هذا الصراع هذا؟ دوك الطبقه البرجوازيه هما اللي كيفتحوا الشركات، وبالتالي كيخدموا عندهم الطبقه الفقيره وكيستغلوهم، كيحاولوا يخدموهم واحد عدد الساعات كثيره من العمل، وكيعطيوهم واحد القوه وواحد الجهد وواحد الثمره بدون مقابل، يعني واحد الثمن اللي قليل بزاف. نفترضوا مثلا واحد فتح واحد الشركه، كيمشي كيشري لي ماشين باش غادي يخدموا دوك الناس، كيحاول يقلب على الناس اللي غادي يخدموا عنده وكيعطيهم واحد الخلصه اما شهريا ولا على حساب النهار. دونك نفترضوا مثلا كيعطيهم واحد 100 درهم النهار. هذيك 100 درهم اللي غادي يعطيهم مقارنه مع عدد الساعات اللي كيخدموا وكذلك الثمره اللي كيديروا راه لا شيء، لانه هو من ديك 100 درهم راه غادي يربح شي 1000 درهم. واضح؟ بمعنى هو كيعطيهم واحد النسبه قليله اللي هي تقريبا واحد 10%، هو كياخذ 90%. والمشكل راه هما كلشي داروه، بمعنى هما اللي خدموا المنتوج، هما اللي طوروه، هما اللي صارعوا عليه، هما اللي خدموا عليه. هو فقط جا وفتح واحد المشروع، دار واحد الشركه، وكيعرف هو غير في الاخر ديال الشهر يعطيو المنتوجات وهو يبيعهم، كيمشي كيتخلص فيهم وكيعطيهم واحد النسبه قليله. صافي. دوك هما ما كتكونش عاجباهم الوضعيه، ما باغينش داكشي، يعني الخلصه اللي كيتخلصوا قليله بزاف، ولكن كيصبروا لانه ما عندهم ما يديروا، لانهم محتاجين للقوت اليومي ديالهم، راه كيصبروا. بالتالي ما كيكونوش هما حاملين داك السيد اللي خدامين عنده، واخا خدامين راه ما حاملينوش، لانهم كيشوفوه بحال كيستغلوهم. صافي اخوان. دوك هذا هو الصراع الطبقي. دونك قلنا بان التاريخ يتقدم عبر الصراع الطبقي، والشكل ديال التقدم ديالو كيكون خطي تصاعدي دائما غادي في ارتفاع، وتحكمه حتميات وقوانين تطوريه. شنو المقصود بهذه الجمله هذه؟ بمعنى هذا الصراع الطبقي هو اللي كيساهم لنا في التقدم ديال التاريخ، بمعنى انه حتمي ضروري غادي يوقع في التاريخ، شي حاجه محتومه وشي حاجه ضروريه، ما عمرو غادي يحيد من التاريخ، لان هذا الصراع الطبقي دائما غادي يبقى مستمر. دائما غتلقى المجتمعات فيها جوج طبقات، الطبقه البرجوازيه والطبقه الفقيره. الطبقه البرجوازيه هي اللي كتفتح مشاريع وكدير شركات، الطبقه الفقيره هي اللي كتخدم عند الطبقه البرجوازيه.
غناخدو دابا غير شي مثال ديال الولايات المتحدة الأمريكية اللي كتعتبر من الدول المتقدمة، راه كذلك عندها الطبقة البرجوازية في صراع مع الطبقة الفقيرة، لأن عندها شركات فاتحة الطبقة البرجوازية وعندها الطبقة الكادحة اللي خدامة عندهم. بالتالي هذا الصراع الطبقي دائما غيبقى مستمر في التاريخ، ما عمرو يتراجع، ما عمرو يحيد. صافي اخوان، كيقول لنا كذلك بأن الصراع الطبقي يحدث من خلال البنية التحتية، يعني البنية التحتية هي السبب اللي كيخلي هذا الصراع الطبقي يوقع. انا غادي نشرح لكم شنو نقصد بالبنية التحتية. كارل ماركس كيقول لنا بأن كل مجتمع فيه جوج البنيات، فيه البنية التحتية وفيه البنية الفوقية. شنو المقصود بالبنية التحتية؟ البنية التحتية كتكون كتهم الاقتصاد والمال، يعني كتهم المادة الفلوس. بالنسبة للبنية الفوقية كتهم درجة الوعي عند الناس اللي كيكونوا في المجتمع، يعني التفكير ديالهم، المستوى الفكري ديالهم، الوعي الديني، الوعي الفلسفي، الوعي الفني، الوعي السياسي، الوعي القانوني. المهم التفكير، كيفاش كيفكروا هاد الناس هادو، شنو الوعي ديالهم. صافي. دوك جوج البنيات اللي كيكونوا في المجتمع، البنية التحتية كتهم الاقتصاد يعني المادة، البنية الفوقية كتهم الوعي والفكر عند الناس. صافي. وهاد البنية التحتية هي اللي كتسبب لنا الصراع الطبقي، ماشي البنية الفوقية. واضح؟ دوك كارل ماركس كيقول لنا بان البنية التحتية كتكون من ثلاثة المستويات، يعني ثلاثة الشروط. اول حاجة قوى الانتاج، ثاني حاجة علاقات الانتاج، وثالث حاجة نمط الانتاج. قوى الانتاج شنو المقصود بها؟ هو مجموع الادوات والوسائل التي ينتج بها الانسان ما يحتاج اليه، العمال والالات والارض. بمعنى شنو قوى الانتاج؟ هما دوك الوسائل اللي كيساهموا لينا في المنتوج ديالنا، هما اللي بسببهم كنحاولوا ننتجو. مثلا عندنا واحد الوزين، باش ننتجو فيه ضروري غادي خصنا العمال اللي هما اللي كيخدموا، ضروري خصنا الالات باش نخدموا، وكذلك الارض في هذه الحاله هذه هي داك الوزين. صافي. دوك هاد ثلاثه الحوايج هما اللي كيدخلوا لينا في الانتاج ديالنا، بالتالي كنسميوهم قوى الانتاج، اللي هما مجموع الادوات والوسائل التي ينتج بها الانسان ما يحتاج اليه. صافي. المستوى الثاني سميتو علاقات الانتاج. علاقات الانتاج هما دوك العلاقات اللي كيكونوا بين الناس اثناء عمليه الانتاج المادي، يعني ضروري في شي معمل ولا شركه راه كتلقى العلاقات بين الناس، العلاقه بين عامل وعامل اخر، العلاقه بين العامل وكذلك الشاف ديالو، العلاقه بين عامل والمدير ديال الشركه. واضح؟ دونك هادشي كنسميوه بعلاقات الانتاج. وعندنا كذلك نمط الانتاج اللي هو مجموع علاقات الانتاج وقوى الانتاج، يعني المجموع ديال الادوات والوسائل باش كنخدموا زائد هاد علاقات الانتاج. صافي. وعلى مر التاريخ كانوا مجموعه من الانماط ديال الانتاج، يعني النمط باش خدامين دابا راه ماشي هو باش كنا خدامين في القديم. دابا راه كاينين الات، كاينين مصانع، كاينه تكنولوجيا، دونك الوقت طورات. في القديم لا، كانوا فقط اراضي ومزارع وكانوا الناس كيخدموا وما كيلقاوش الوسائل باش يخدموا. اشنو كانوا كيديروا؟ كياخذوا الحجر، كيحاولوا ينحتوه وكيحاولوا يستخرجوا منه آلات حادة. بمعنى من الحجر ممكن يستخرجوا الجنوي، يستخرجوا السيف، يستخرجوا منشار، المهم الادوات باش كيخدموا، لانه ما عندهمش الآلات. كذلك في واحد الوقت كانوا الناس عبيد بالنسبه للناس اللي كيخدموا عندهم، يعني ممكن يخدم عند واحد بدون مقابل، لانه كيتسمى عبيد بالنسبه ليه، كيخاف ما يقتلوش ولا شي حاجه وكيمشي كيخدم عنده. صافي. المهم كخلاصة على مر التاريخ كانوا مجموعة من الأنماط ديال الإنتاج. واضح؟ دابا غادي نشوفوا كيفاش كيوقع لينا هاد الصراع الطبقي من خلال البنية التحتية، يعني شنو كيوقع في هاد الشروط هادو اللي هما قوى الإنتاج وعلاقة الإنتاج ونمط الإنتاج. كيوقع واحد التطور أو واحد التغير في هاد قوى الإنتاج، بمعنى العمال كيتطوروا ولا الآلات كتطور ولا الأرض كتطور، وهاد علاقات الإنتاج ما كيتقبلوش هاد التطور هذا، ما كيبغيوش. كيقول لك مثلا بغينا نستعملوا غير دوك الالات اللي كنا كنخدموا بهم في القديم، ما بغيناش هذا التطور هذا. بالتالي كيوقع بيناتهم واحد الاصطدام بين قوى الانتاج وعلاقه الانتاج. ملي كيوقع هذا الاصطدام هذا وكيدابزوا بيناتهم، كيتنشا عليه ما يسمى بالصراع الطبقي. صافي. دوك هذا الصراع الطبقي كيحدث من خلال البنيه التحتيه اللي كتكون من قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ونمط الانتاج. كيفاش كيوقع واحد التغير وواحد التطور في هذه قوى الانتاج، بمعنى الادوات كيتطوروا، ما كيتقبلوش علاقات الانتاج، كيوقع واحد الاصطدام بيناتهم، بالتالي كينشا عليه ما يسمى بالصراع الطبقي. صافي يا اخوان.
دوك هذا هو المقصود بموقف ديال كارل ماركس، إن بأن التاريخ يتقدم بواحد الطريقة اعتباطية، بمعنى طريقة عشوائية غير منظمة، ما فيهاش واحد الصراع طبقي اللي كيكون دائما مستمر، وإنما كيكونوا واحد الصدف، واحد الحوايج اللي كيكونوا مفاجئين اللي كيجيو على مر التاريخ. شنو هما هاد الحوايج هادو؟ بحال الحروب العالمية اللي كيجيو في التاريخ. يعني ممكن الاقتصاد يكون غادي في واحد التقدم، تجي شي حرب عالمية غتهبط ليه كلشي، يعني الاقتصاد ما غاديش يبقى في تقدم، غيتراجع للوراء. بالتالي هادو الصدف اللي كيوقعوا في التاريخ. واضح. كذلك العصور بالنسبة للتاريخ فيه مجموعة من العصور، فيه العصر الحجري، فيه العصر كذلك البرونزي، فيه العصر الحديدي. هاد العصور هادو جاو بواحد الطريقة اللي مفاجئة، ما عرفناش امتى وقعت. يعني حنا ما عارفينش دابا شنو غادي يوقع مازال في التاريخ، بمعنى كيجي داكشي مفاجئ، كيجي داكشي متغير، ما كيجيش بواحد الطريقة اللي كتكون مستمرة واللي معروفة، بحال الصراع الطبقي اللي كاين عند كارل ماركس. دونك هنا كيكون الشكل ديال التقدم ديالو عشوائي ارتباطي غير منظم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نكمل لكم مفهوم ديال التاريخ، وغنشوفوا المحور الاخير ديالو اللي هو دور الانسان في التاريخ. بالنسبه لهذا المحور هذا غادي خصنا نعرفوا شنو الدور اللي كيلعبو الانسان في المسار ديال التاريخ، بمعنى دوك الاحداث والوقائع التاريخيه اللي كتوقع في التاريخ، واش الانسان اللي كيدخل فيها ولا كتوقع بوحدها اوتوماتيكمون. صافي. دونك بالنسبه للمفهوم الاول اللي عندنا هو المفهوم ديال التاريخ، هذا كيتعتبر مفهوم مركزي، راه ديجا شرحناه وقلنا بانه مجموعه من الاحداث والوقائع في الزمن الماضي وفي علاقتها بالانسان، كل منهما يمكن ان يحدد الاخر. صافي. بالنسبه للسؤال اللي عندنا مطروح واللي خصنا نجاوبوا عليه، هو ما دور الانسان في مسار التاريخ. بما ان كيف ما قلت لكم غادي نعرفوا واش الانسان هو اللي كيصنع لنا التاريخ ولا التاريخ هو اللي كيصنع لنا الانسان. غنبداو بالموقف الاول ديال كارل ماركس. كارل ماركس كيقول لنا بان الانسان هو اللي كيصنع لنا التاريخ، بمعنى دوك الاحداث اللي كيوقعوا في التاريخ راه الانسان اللي كيدخل فيها. دوك لما تدخلش الانسان راه ما يتوقعش. مثلا بحال الحروب العالميه، راه الانسان هو اللي كيخلي داك الحدث ديال الحرب العالميه يوقع، لما تدخلش الانسان راه ما يوقعش داك الحدث. وكيفاش كيوقع لنا هاد الاحداث التاريخيه حسب كارل ماركس؟ كيوقعوا لنا من خلال صراع طبقي. الصراع الطبقي راه ديجا شرحته لكم، قلت لكم بانه صراع طبقات ديال المجتمع. الطبقه البرجوازيه بمعنى الطبقه الغنيه كتكون في صراع مع الطبقه الفقيره اللي هي الطبقه الكادحه، بمعنى دائما على مر التاريخ كيكونوا مدابزين واحد الصراع بيناتهم على الماده، على الاقتصاد، على المال، دائما كيكونوا مدابزين مع بعضياتهم. ومن خلال هذا الصراع هذا كيتولدوا لنا مجموعه من الاحداث التاريخيه. بالتالي هنا الانسان هو اللي كيصنع لنا التاريخ. صافي. دونك هنا كارل ماركس كيقول لنا بان الانسان هو اللي كيصنع التاريخ من خلال ممارسه الصراع الطبقي، وكذلك ميمتون التاريخ كيصنع الانسان. كيفاش كيصنع لنا التاريخ الانسان؟ كيصنعوا لنا لانه هو كيخليه بطل. مثلا بحال هتلر دابا دائما كيذكروا التاريخ. دونك هنا التاريخ هو اللي صنعه، هو اللي خلى داك الانسان يكون مشهور، يكون معروف، يكون بطل. صافي. دونك هذا هو المقصود بموقف ديال كارل ماركس. غادي نحاول نقرا لكم موقف كيف ما كتبتو لكم باش تفهموه. ينبني تصور كارل ماركس على منظور جدلي لعلاقة الإنسان بالتاريخ، بمعنى العلاقة الجدلية هي أن الإنسان كيصنع التاريخ وكذلك التاريخ ميمتو كيصنع الإنسان. فالإنسان يصنع تاريخه من خلال ممارسته للصراع الطبقي. دونك كيف ما قلت لكم الانسان كيصنع التاريخ ديالو من خلال الممارسه ديال داك الصراع الطبقي اللي هو الصراع ديال طبقه المجتمع البرجوازيه ضد الفقيره. غير ان كون الانسان يصنع التاريخ لا يعني انه يقوم بتوجيهه وفق ارادته الخاصه، وانما يعني انه ينتج التاريخ من خلال اليات صراع طبقي، بمعنى الانسان ماشي هو اللي كيبغي يتصارع من خلال الاراده ديالو، وانما الضروره هي اللي كتخليه يتصارع. مثلا لما لقاش الفلوس راه من الضروري خاصو يتصارع باش يلقاها، وفق الشروط التي ينتجها هذا الاخير تبعا لاطواره ومراحله. ذلك ان الانسان عند ماركس من حيث هو صانع للتاريخ ليس فردا وانما هو طبقه اجتماعيه، بمعنى ممكن يكون طبقه برجوازيه ولا طبقه فقيره. فعبر التاريخ الإنساني تتصارع الطبقة الاجتماعية
من أجل الوصول إلى السلطة السياسية داخل المجتمع. كذلك ممكن يكون صراع على المستوى السياسي. علاش كتلقاو دابا في السياسة كيكونوا صراعات، واحد كيبغي يكون احسن من الاخر، واحد كيبغي يوصل للحكم احسن من الاخر. دونك دائما كتلقى صراع على المستويات السياسية كذلك الاقتصادية والايديولوجية. لا يقف عند المستوى السياسي فقط، وإنما هو يمتد إلى مستويين: الاقتصادي بمعنى كيتصارعوا على الفلوس، والايديولوجي بمعنى كيتصارعوا على المستوى الفكري ديالهم، كل واحد والافكار ديالو، كل واحد والطموح ديالو. وعلى هذا المستوى الأخير، المستوى الإيديولوجي، يبرز دور التاريخ في تشكيل الوعي الطبقي والوعي الفردي على حد سواء. فليس وعي الأفراد هو الذي يحدد وجودهم الاجتماعي، بل على العكس من ذلك، فإن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم. وبالنتيجة، وما دام الوجود الاجتماعي وجودا تاريخيا بالضرورة، فإن التاريخ هو الذي يصنع وعي الأفراد، أي أن التاريخ يصنع الإنسان بقدر ما يصنع الإنسان التاريخ. صافي إخوان، دوكا خلاصة لهذا الموقف هذا بالنسبة لدور الإنسان في التاريخ. الإنسان كيصنع التاريخ من خلال الممارسة ديال الصراع الطبقي، وكذلك التاريخ كيصنع الإنسان لأنه هو اللي كيخليه بطل، هو اللي كيخلي الاسم ديالو كيكون مذكور على مسار ديال التاريخ. دابا غنشوفوا الموقف الثاني ديال هيكل اللي غادي يعرض لنا الموقف الاول ديال كارل ماركس، بمعنى ما غاديش يقول لنا بان الانسان كيصنع التاريخ، وانما غيقول لنا بان التاريخ هو اللي كيصنع الانسان. بمعنى دوك الاحداث التاريخيه اللي كيوقعوا راه ماشي الانسان اللي كيدخل فيها، وانما كتوقع اوتوماتيكمون من تلقاء نفسها. غنعطيكم مجموعه من الامثله حسب التفسير ديال فريدريك هيكل اللي كتفسر لنا هاد الامور هادي. مثلا ملي كتزاد وكتلقى راسك في شي دوله فقيره، راك ماشي انت اللي اختاريتي انك تزاد في ديك الدولة فقيرة وتبقى فقير، وانما التاريخ هو اللي خلاك تكون فقير. بما تزاديتي لقيتي التاريخ خلى ديك الدولة تكون فقيرة. صافي. دوك هادشي هذا هو التفسير ديال هيكل، هكا كيفسر لنا هاد الامور هادي. بمعنى كيقولنا بان التاريخ هو اللي كيتحكم في الانسان، ما كيخليهش حر، ما كيخليهش يدير اللي بغا، ما كيخليهش يصنع التاريخ ديالو بنفسه، وانما التاريخ هو اللي كيصنعو. كيتزاد كيلقى راسو فقير راه غيبقى فقير، غادي تزاد غيلقى حرب، راه الحرب ماشي هو اللي صنعها وانما اوتوماتيكمون تصنعت. صافي. دونك هذا هو التفسير ديال فريدريك هيغل. غنقرا عليكم موقف ديالو. يؤكد الفيلسوف الألماني فريدريك هيغل على أن التاريخ صيرورة من الأحداث وقعت في الزمن الماضي. بمعنى التاريخ هو مجموع من الأحداث اللي وقعت في واحد الزمن الماضي، واتخذت من الإنسان وسيلة لبروزها ولضمان بقائها عبر التاريخ. بمعنى الإنسان ولا مستغل من التاريخ، التاريخ استغل الإنسان خلاه بأنه يكون وسيلة باش يوقعوا دوك الأحداث التاريخية. صافي. لذلك فالإنسان ليس فاعلا، بمعنى ماشي هو اللي يتحكم في التاريخ، بل هو نتاج له، لأن التاريخ حسب هيجل عبارة عن عقل ماكر يجعل الإنسان يعتقد أنه هو من يصنع التاريخ، لكنه في الحقيقة جاهل بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الظواهر. صافي إخوان، دوك هذا هو الموقف الثاني ديال فريدريك هيجل اللي كيقولنا بان التاريخ هو اللي كيصنع الانسان، بمعنى هو اللي كيتحكم فيه، ماشي الانسان هو اللي كيصنع التاريخ. دابا غنشوفوا الموقف الثاني ديال سارتر اللي غادي يعرض لنا الموقف الاول ديال كارل ماركس، وغيقول لنا بان الانسان يصنع التاريخ. دوك هادي متفق مع كارل ماركس، لكن التاريخ يستلب الانسان هنا ضده، بمعنى التاريخ كيحقر على الانسان. كيفاش كيحقر عليه؟ انا غنعطيكم مجموعه من الامثله باش تفهموا. دابا غادي نفسروا الانسان كيفاش كيصنع التاريخ. كيصنع التاريخ من خلال الممارسه ديال الصراع الطبقي كيف ما قال لنا كارل ماركس. يعني هنا راه بحال بحال، ولكن التاريخ كيحقر على الانسان. كيفاش كيحقر عليه؟ لان على مر التاريخ الانسان كيعيش من اجل المال، دائما خصو يقلب على المال باش يعيش، لما كانش المال ما غاديش يعيش. نختاروا مثلا واحد العامل خدام في واحد الوزين، داك العامل اللي كان ديما كيخدم وكيتخلص، راه لا منك مثلا غير شهر ولا شهرين ما غاديش يتخلص. بالتالي التاريخ كيحقرو، كيخليه يكون بحال واحد الآلة خصو يخدم باش ياخد الفلوس باش يعيش. دوك لا ما خدمش وما كانش بحال واحد الآلة اللي كتخدم، راه ما غاديش يتجازى وياخد الفلوس باش يعيش. بالتالي هنا التاريخ دائما كيحقر الانسان. صافي اخوان، دوك هادشي ان شاء الله غادي تفهموه من خلال الموقف كيف ما نقرا لكم دابا.
إذا كان المنظور الماركسي بمعنى المنظور ديال كارل ماركس لعلاقة الإنسان بالتاريخ ودوره فيه ينبني على تصور ديالكتيكي. شنو نقصد بالتصور ديالكتيكي؟ بمعنى هو داك التصور اللي كيكون مزدوج، الإنسان كيصنع التاريخ وميم طون التاريخ كيصنع الإنسان. لحركة التاريخ وللعلاقة بينه وبين الإنسان، فإن رؤية جون بول سارتر تتأسس على نقد العقل الديالكتيكي، بمعنى كتعرض لنا على التصور المزدوج اللي كيقولنا بأن الإنسان كيصنع التاريخ وميم طون التاريخ كيصنع الإنسان. ذلك أن الفلسفة الماركسية في نظر سارتر، الفلسفة الماركسية بمعنى الفلسفة ديال كارل ماركس، في نظر سارتر تنطوي على خطر تحويل الإنسان إلى مجرد أداة. فهمتوا يا إخوان؟ دوك الإنسان كيتحول بحال واحد الأداة عاملة في يد الشروط المادية، بمعنى كتكون واحد الأداة في يد المال، في يد الفلوس، بمعنى خصها تخدم عاد تاخد الفلوس، التي تحكم حركة التاريخ، وهو ما يجعلها بطريقة أو بأخرى تتحول إلى فلسفة غيبية. هنا كيرجع لنا سارتر الموقف الشهير ديالو ديال الحرية اللي كنا شفناه في شخص بين الضال والحرية. كيقولنا بأن الإنسان حر، بمعنى لا تزاد فقير راه ممكن يحول راسو من الفقر للغنى، بمعنى يمشي يخدم ويدمر على راسو ويقرا مزيان ويتكون ويوصل لواحد المرتبة زوينة وكيغير المصير ديالو بنفسه. واضح؟ هنا كيكون الانسان قادر انه يتحكم في التاريخ، عنده الحرية باش انه يحول راسو من الفقر للغنى، كما شفنا في الموقف ديالو في الشخص بين الضال والحرية. من قدرته على الفعل وعلى التأثير في التاريخ وصناعته. بمعنى آخر، فإن سوء فهم الماركسية يؤدي إلى تحويل التاريخ إلى عامل غيبي يتحكم في مصير الإنسان وفي وجوده، وينتهي إلى تحويل الماركسية من فلسفة مادية إلى فلسفة تنفي عن كون الإنسان يمتلك حرية الإرادة والاختيار. دوكا خلاصة لهاد المواقف كاملين اللي شفنا. بالنسبة للموقف الأول ديال كارل ماركس كيقولنا بأن الإنسان يصنع التاريخ من خلال ممارسته للصراع الطبقي، وكذلك ميمطون التاريخ كيصنع لنا الإنسان. كيفاش كيصنعو؟ لأنه هو اللي كيخليه مشهور، هو اللي كيخلي داك الاسم ديال داك الإنسان كيتذكر على مر التاريخ. وعطيتكم مثال ديال هتلر دائما مذكور في التاريخ، دوك هنا التاريخ هو اللي صنعو. نمشيو للموقف الثاني ديال سارتر. هنا كيقولنا سارتر بأن الإنسان يصنع التاريخ من خلال كذلك الممارسة ديال الصراع الطبقي، ولكن التاريخ يستلب الإنسان، بمعنى التاريخ كيحكر على الإنسان لأنه كيخليه بحال واحد الأداة اللي كتكون عاملة، يعني واحد الأداة اللي كيتحكم فيها التاريخ وكيقول لها خاصك تقلبي على الفلوس باش تعيشي. بالنسبة للموقف ديال هيجل كيقولنا بأن التاريخ هو اللي كيصنع لنا الإنسان، لأن الإنسان ما عندوش الحرية والقدرة باش أنه يتصرف ويحول الأحداث التاريخية والتاريخ ديالو كيف ما بغا، بمعنى لا تزاد فقير راه خاصو يبقى فقير، لأن التاريخ هو اللي يتحكم فيه، ما عندوش الحرية باش أنه يتحول من فقير لغني. السلام عليكم اخوان. بالنسبه للمفهوم ديال التاريخ فيه ثلاثه المحاور. كاين المحور ديال المعرفه التاريخيه، كاين المحور الثاني التاريخ وفكره التقدم، كاين المحور الثالث والاخير اللي هو دور الانسان في التاريخ. ما فهمتش يا اخوان علاش كيجيكم هذا المفهوم هذا صعيب؟ راه تا هو بحالو بحال جميع المفاهيم، يعني بسيط، خصكم غير تركزوا وان شاء الله ما يكون غير الخير. ومنين ان شاء الله تكون غادي كتراجع حاول تسمع هاد الاوديوهات هادو اكثر من مره، وان شاء الله غادي تفهم هاد الامور هادي. غادي نعطيك داكشي بشكل مختصر، يعني الحوايج اللي غادي تحتاج لي ضروريين. بالنسبه للمعرفه التاريخيه غادي خصنا نعرفوا جوج الحوايج. اما المعرفه التاريخيه كتكون موضوعيه، بمعنى كتعتمد على واحد المنهج علمي دقيق، ولا كتكون ذاتيه كتعتمد فقط على سرد الاحداث والوقائع. باش نسالو لكم مأموريه باش نعرف واحد الحدث تاريخي، اما كنقرا شي روايه ولا شي قصه ولا كنشوف شي فيلم، المهم كنشوف شي احداث تاريخيه كنقول راه هذا الحدث التاريخي راه وقع نيت، راه بصح وقع، فقط من خلال القراءه ديالي لديك الروايه. بالنسبه للكونتر الذاتيه هي العلميه، بمعنى المعرفه التاريخيه خاصها تكون موضوعيه. هنا كيقولنا الفلاسفه اللي كيهضروا على هذه المعرفه العلميه موضوعيه، بمعنى خاصها تعتمد على منهج علمي دقيق،
كيقولنا بان ديك الذاتيه راه ما كافياش تبين لنا لواحد الحدث تاريخي. علاش؟ لان هذيك مجرد كتابه، مجرد سرد الاحداث والوقائع، ما عندناش شي اثار، ما عندناش شي حجج ملموسه ودلائل اللي غتقنعنا بداك الحدث التاريخي. كيقولوا لنا ضروري خصنا نديرو ما يسمى بواحد المنهج علمي دقيق، نهزو الاثار، نديرو المختبرات، نديرو التحاليل ديالنا، تجارب علميه، عاد باش نتاكدوا بهذاك الحدث التاريخي. صافي. دوك هادشي اللي كاين المعرفه التاريخيه كتكون موضوعيه كتعتمد على واحد المنهج علمي، وكاين المعرفه التاريخيه ذاتيه عن طريق سرد الاحداث والوقائع. بالنسبه للموقف الاول ديال ابن خلدون، هذا كيقولنا بان المعرفه التاريخيه هي موضوعيه، بمعنى خصها ضروري واحد المنهج علمي دقيق. كيقولنا بان المعرفه التاريخيه ليست سرد الاحداث والواقع والاخبار والايام. ما كنشدوش الاحداث التاريخيه ونبداو نسردوها في شي روايه. يعني الناس اللي غادي يقراو ديك الروايه راه ما عندهمش حجج ملموسه باش تقنعهم انت اللي كتبتي ديك الروايه بدوك الاحداث التاريخيه، لان دوك الناس ما عاشوش دوك الاحداث يقدروا يكونوا في واحد الزمن، في واحد العصر اللي قديم بزاف. بالتالي كيقول لنا ضروري خصنا نديرو واحد المنهج علمي اللي كيكون دقيق، هو اللي كيبين لنا هاد الاحداث التاريخيه. صافي اخوان، داكشي بسيط. بالنسبه للموقف الاخر ديال غاستون غرانجي، هذا كيقولنا بان المعرفه التاريخيه معرفه ذاتيه، بمعنى كتعتمد على واحد سرد الاحداث والوقائع بالنسبه لهاد الاحداث التاريخيه، يعني كونتر الموضوعيه وكذلك المنهج العلمي الدقيق. كيقولنا بان التاريخ ليس علما من العلوم الانسانيه، يعني التاريخ ماشي واحد العلم باش نحاولوا نديروا واحد المنهج علمي دقيق. وكيقولنا كذلك بان المعرفه التاريخيه هي اعاده لبناء الماضي، يعني كنشدوا داك الماضي ديالنا، دوك الاحداث اللي كانت في الماضي، وكنعاودوها من خلال الافكار ديالنا، من خلال الطريقه ديال التفكير ديالنا، يعني كايديولوجيا خاصه بنا. كيقولنا بان التاريخ هو فن من الفنون التي تميز الثقافه الانسانيه، يعني التاريخ بحال واحد الفن كنتفننوا فيه عن طريق سرد الاحداث والواقع والاخبار اللي عندنا. صافي يا اخوان، هذا هو المقصود بمعرفه التاريخ، فيها جوج الامور بسيطه. بالنسبه للمحور الثاني، التاريخ وفكره التقدم، هذا المحور هذا غادي نحاول نشوفوا التاريخ واش كيتقدم بواحد الطريقه اللي كتكون تصاعديه، بمعنى منتظمه منظمه مخططه بواحد الطريقه اللي مزيانه، ولا كتكون عن طريق واحد التقدم اعتباطي، يعني عشوائي غير منتظم. صافي، انا غنفسر لكم هاد الامور باش تفهموا. عندنا كارل ماركس كيقولنا بان التاريخ كيتقدم بواحد الطريقه تصاعديه، يعني واحد الطريقه اللي كتكون مستمره ومنتظمه. علاش؟ لان على مر التاريخ دائما كيكون واحد الصراع سميتو الصراع الطبقي بين الطبقات المجتمعيه، الطبقات البرجوازيه اللي هي الغنيه ضد الطبقات الفقيره. علاش؟ لانهم دائما كيكونوا مدابزين على الماده. ديك الطبقه البرجوازيه كتكون مالكه للماده، وديك الطبقه الفقيره ما عندهاش، بالتالي ديك الطبقه الفقيره كتبحث على الماده، وكيكون واحد الصراع بيناتهم. نمشيو دابا نشوف الموقف الثاني ديال كلود ليفي ستراوس. هذا الموقف هذا غيقولنا بان التاريخ كيتقدم بواحد الطريقه اعتباطيه عشوائيه غير منتظمه، ما كنخططوش ليها. بمعنى التاريخ كيتقدم عبر ما يسمى بالطفرات، كيكونوا مجموعه من الصدف هي اللي كيتقدم عبر هذا التاريخ. بحالاش؟ بحال مثلا نعطيكم شي مثال، مثلا الولايات المتحده الامريكيه تكتشفت بالصدفه، ما كانوش الناس مخططين ليها بانها غادي تكتشف، يعني جات اعتباطيه عشوائيه. داكشي علاش كنقولوا بان التاريخ كيتقدم بواحد الطريقه اعتباطيه عشوائيه، ماشي بحال الصراع الطبقي اللي كيكون دائما مستمر على مر التاريخ كما قال لنا كارل ماركس، يعني بواحد الصفه تصاعديه. كذلك الحروب العالميه، دازت الحرب العالميه الاولى الثانيه، دوك هاد الحروب هادي جات عشوائيه، ما كانوش الناس مخططين باش انهم يتحاربوا. بالنسبه للمحور الثالث، دور الانسان في التاريخ، غادي خصنا نعرفوا جوج الامور: واش الانسان كيصنع التاريخ ولا التاريخ كيرجع الانسان كاداه كوسيله في اليد ديالها. صافي، بمعنى كتكون خدامه على مر التاريخ. انا غنعطيكم مجموعه من الامثله باش تفهموا هاد الامور هادي. نبداو بعدا بالموقف الاول ديال كارل ماركس. هذا كيقول لنا الانسان كيصنع التاريخ، ولا قريتو الموقف ديالو في المحور الثاني راه غادي تستخدموه حتى في هذا المحور. كيفاش الانسان كيصنع التاريخ؟ لان الانسان هو اللي كيمارس ما يسمى بالصراع الطبقي. شكون اللي كيتصارعوا؟ الطبقات الغنيه، يعني طبقه المجتمعيه الغنيه وكذلك الفقيره. الغنيه هي البرجوازيه، الفقيره هي البروليتاريا. دوك هاد الصراع بيناتهم شكون اللي كيكون قائم عليه؟ شكون اللي كيأسسو؟ بطبيعه الحال الانسان. بالتالي كنقولوا الانسان هو اللي كيصنع لنا هاد التاريخ هذا عن طريق ما يسمى بالصراع الطبقي. داكشي اخوان بسيط.
بالنسبه للموقف الاخر كونتر كارل ماكس، الموقف الاخر ديال جون بول سارتر كيقولنا بان الانسان كيصنع التاريخ عن طريق ما يسمى بالصراع الطبقي، ولكن هاد التاريخ هذا كيرجع الانسان واحد الاداه، واحد الوسيله اللي كيبقى الانسان دائما في بحث على الماده على مر التاريخ. يعني الانسان ديما في التاريخ كيبقى غير مدابز، هو اللي كيمارس داك الصراع الطبقي، بالتالي ديما كيبحث على الماده. يعني التاريخ كيرجع الانسان بحال واحد الوسيله، واحد الاداه ديال التاريخ، لانه دائما كيكون في صراع على البحث على الماده ديالو. صافي اخوان، دونك هادشي اللي كاين في هذا المفهوم هذا ديال التاريخ، يعني داكشي بسيط.